هنعمل 4 انواع سكراب. اذا انت اتخضيتي ليه؟ لا ده عادي، ده شكل شعري في نهايه كل اسبوع متقلقيش. واساسي في الشاور بتاع كل اسبوع هو شعري والسكراب. هنركز المره دي على السكراب. هلوز، قبل اي حاجه محتاجين ناخد شاور دافي، وهجيب اي نوع شاور جل بتحبيه. هو نطر في وشي ولا ايه؟ وعلى ليفه مبلله، ودعاتي بالراحه. ده اساسي قبل السكراب، لازم ننضف وما ينفعش تبقى الليفه خشنه. كفايه عليكي السكراب. وهنغسل بميه دافيه برضو. ونبدا باول نوع سكراب. هنجيب طبق، معلقه سكر خشن، عليهم سيكه عسل، حلو، معلقه صغيره كركم. هنقلب بقى الكلام ده كله في بعضه. السكر لما تيجي تستخدميه كسكراب ما ينفعش تحطي عليه اي حاجه سايله، لان هو هيدوب، هيبقى كده ميه بسكر، انت ما استفدتيش حاجه، بالعكس جسمك هيلزق. فما ينفعش بقى ولا ميه ورد ولا ميه عاديه، اي حاجه سائله ما ينفعش. فالعسل ماده لزجه مش هيدوب فيها السكر، وحطيناه ان هو ليه فوائد رهيبه في الترطيب. وحطينا الكركم عشان لو انت لسه راجعه من مصيف ومغمقه ومش عارف ايه، فالكركم ده غول تفتيح، حرفيا غول تفتيح. يا خرابي بيقع على السرير. وطبعا مش محتاجه اقولك ان الكلام ده للجسم بس مش للوش. تفضلي بقى كده دقيقه بالظبط، وتستني 3 دقايق وتغسليه. يعني هتفضلي تدعكي كده دقيقه، وتستني 3 دقايق كمان وتغسليه. حلو. طيب مارينا، الكركم اللي هو مش بيصفر ده دخت عليه ومش لاقياه، وانا فعلا دخت عمال ما لقيته، ولما جيت ادور عليه تاني ما لقيتهوش. في حاجه بديله، خصوصا ان انا عايزه استفاد من فوائد التفتيح بتاعتي دي. في هنحط سكر تاني، ولو انت ما بتحبيش تستخدمي عسل عادي حطي جل صبار اي نوع، تنتوفه نيله زرقاء. الى حد ما هي متوفره وهتلاقيها بسهوله. النيله الزرقاء يمكن احسن كمان من الكركم في التفتيح، رائعه الجمال. النيله الزرقاء تقريبا بتعمل كل حاجه، ترطيب ماشي، تفتيح اوكي، بتشيل البقع تمام، تصبغات واثار حبوب وكل الكلام ده تمام. وينفع على فكره للوش، مش السكراب، النيله الزرقاء تنفع للوش عادي. نفس الكلام. هدعك 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 دقيقه، بعد كده استنى دقيقتين 3، بعد كده اقوم اغسل ايدي بقى. ولو انت جايبه نوع نضيف ما تقلقيش، مش هتلاقي نفسك قلبتي الين هتتمسح عادي وبسهوله. طيب مارينا، السكر خشن جدا على ايدي، والنيله الزرقاء انا خايفه تزرق لي ايدي برضو. في حاجه تالته؟ اكيد في حاجه تالته. هتجيبي القليل من القهوه كده اهو، سيكه ميه ورد، وقلبي كده اهو. والقهوه احن انواع السكراب اللي ممكن تحطيها على ايدك، ده في حالة لو انتي جسمك حساس او بيحمر من اقل حاجة، فده هيبقى ممتاز الممتازين. القهوة مضاد اكسدة ممتاز، فده معناه ان هو هيجدد خلايا البشرة حلو، هيحافظ على نضارتها، هينعمها وهيرطبها. نفس الكلام. هو ادعك بقى دقيقة، وبعد كده هصطفه بعد دقيقتين. طيب مارينا، انا مية الورد دي ما بحبش ريحتها كده اهو. في ناس كتير جدا ما بتحبش ريحه ميه الورد او عندهم حساسيه، فسهله وبسيطه. هنجيب القهوه، بدل ما تحطي ميه ورد هتزودي كام نقطه زيت جونسون، ده حبيبي ده. وهنعمل كده اهو. يا خراجي على اللطافه يا ناس وقع على السرير، مش مهم حصل خير. انتي اتعودتي مني على كده بقى، كل فيديو لازم ابوظ السرير، تتعامل معايا قوي يعني. دقيقه ده، دقيقتين هسيب، بعدين اشطف بقى. اخر سكراب معانا، ودي اكتر حاجه انا بستخدمها بصراحه، وهو حاجه اسمها ملح حليب. هنحط شويه منها، وهنحط عليها سيكه لبن. مع العلم انت ممكن عادي جدا ما تعمليش زي ما انا بقولك، يعني ممكن مثلا تحطي مع القهوه اللبن، ممكن تحطي مع السكر زيت جونسون، ممكن تحطي مع ملح الحليب العسل، فمكسي براحتك، بس ما تحطيليش كله على بعضه، مش عايزين عك. ناخد بقى شويه منه كده. ملح الحليب من اكتر الحاجات اللي فعلا بتنعم وبتشيل الجلد الميت بضمير، وخياري الامثل قبل الشيفنج. واللبن طبعا غني عن التعريف، الطف مرطب واحسن مفتح. دقيقه دعك، دقيقتين هسيب، هقوم اشطف بقى. بعد كده انت فعلا هتعجبي بايدك جدا بعد اي نوع فيهم، من كتر ما هي حلوه وناعمه. طب مارينا، هو انا يعني لازم اعمل خلطات؟ لازم احط سكر، لازم احط نيله زرقاء، لازم احط كركم، لازم احط مع قهوه ليه؟ ينفع في حاجه مش لازم؟ مثلا ده انت بنت حلال. في الفرشه دي يا ستي بتاعت جلد الوزه، بس دي للرجل فقط، على جسم جاف. ومنات دي حاجه بسيطه، لا
كنت في شاور دافي مثلا فمندي. وعندك الليفه المغربيه، بس انا وغلاوتك عندي ما فاكره انا حطيتها فين، بس هي بتستخدم بنفس الطريقه بتاعه الفرشه دي. بس بعدها بنسينولك الجميل، او لو انتي ما عملتيش شيف ممكن تحطي اي نوع لوشن as you like يعني، بس ما ينفعش تحطي لوشن بعد ما تشيلي الشعيرات عشان ما تلتهبش. باي.